او اديها كده للولاد، بتبقى حلوة قوي. هي بتبقى حلوة قوي بالعيش البلدي على فكرة. بس لو عايزة تستخدمي اي نوع عيش تاني طبعا دي حاجة ترجع لك انت. يلا بقى عشان ما اطولش عليكم نشوف الوصفة والمقادير. خلاص كده بنات، مبدئيا دي حاجة اسمها حبة خضراء، بتيجي طبعا مع المكونات بتاعة المفتقة. بس قبل ما اطحنها في الكبة في المطحنة، حبيت اوريلك شكلها. هي بصي شبه الاحجار الكريمة كده، بس هتطحنيها مرة واتنين وتلاتة كمان لان هي قاسية شوية. لازم تطحنيها كويس جدا علشان ما تبقاش طعمها باين معاكي كده مخرص في المفتقة.